حلب قبل الحلب. قبل ما نتكلم عن منطقة حلب لازم نتكلم عن منطقة الشام. تعتبر منطقة الشام من أهم المناطق السياسية والدينية. الدينية لأنه ذكر في القرآن الكريم العديد من الآيات القرآنية زي بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآية، بالإضافة إلى الأحاديث النبوية الشريفة التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي منها فيما معنى الحديث الشام عقر دار المؤمنين. أما من الناحية السياسية فتعتبر منطقة الشام من أهم المناطق الاستراتيجية في الوطن العربي، فهي بتمثل صدر الوطن العربي ومصر، وبسقوط منطقة الشام ده يبقى فيه خطر كبير جدا على مصر ثم الوطن العربي. وعلشان الظروف اللي بتمر بيها حلب في الفترة دي قررنا نعمل حلقة نوضح فيها نظرة عن الدولة التي تحلب وتدمر الآن. حلب أو شهباء حلب هي مدينة سورية تقع شمال غرب سوريا، وتعتبر حلب من أكبر مدن الشام وأقدم مدن العالم، وتضم حلب أجناس كتير أغلبهم عرب وأقلية من الأكراد والأرمن والتركمان. وفي سنة 2005 أعلن مجلس المدينة السوري إن عدد سكان حلب عدى 2 مليون نسمة، 85% منهم مسلمين سنة و15% منهم مسيحيين. لهجة أهل حلب هي خليط من اللغة العربية واللغة التركية، وكان اقتصاد حلب قائم على التجارة، فكانوا بيستوردوا الحرير من إيران والتوابل من الهند، بالإضافة إن هم بنوا العديد من الأسواق كان لكل حرفة سوق خاص بيها زي سوق الحرير، سوق الأقمشة وغيرها من الأسواق. وتكاثرت الأقاويل والقصص حول تسمية حلب، ففي ناس بتقول إن حلب اسم عربي يرجع إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث كان يجلس عند إحدى تلال تلك المنطقة ويجمع كل أصحاب الإبل والبقر والأغنام ويأمرهم بحلبها، ويتم ما تم حلبه على سكان المدينة. وناس تانية بتقول إن في شخص من العماليق اسمه المهر. الشخص ده كان عنده 3 أولاد هم بردعة وحمص وحلب، كل واحد من عياله دول بنى مدينة خاصة بيه، علشان كده حلب بترجع لبنيها اللي هو حلب ابن المهر ابن حيص. وناس تالتة بتقول ان اللي بنى حلب شخص من الموصل اسمه بلقوس الموصلي. وفي بعض المسيحيين بيقولوا اللي بنى حلب هو بطليموس القريب وسماها أشمونت. ودخل البطالمة حلب وفضلت في ايديهم حتى قدوم أغسطس قيصر، ايوه اللي فتح مصر واللي كان هو وكليوباترا بيكرشوا على بعض، وفتح حلب ونقل كل أسواق وتجارة حلب إلى مدينة أنطاكيا، بالإضافة إن هو حط سارية حربية أو حامية عسكرية في منطقة حلب. ودخل المسلمين حلب على إيد خالد بن الوليد وأبو عبيدة الله بن الجراح، وكان أهل حلب أصحاب مزاج وملهمش في الحروب، فطلبوا من المسلمين عهد الأمان أو الصلح، فأعطاهم أبو عبيدة الله بن الجراح عهد الأمان، ودخل المسلمين من باب أنطاكيا، ومن المنطقة اللي دخلوا فيها بنوا مسجد اسمه مسجد شعيب. وبعد مقتل الخليفة علي بن أبي طالب قامت الدولة الأموية ومن بعدها الدولة العباسية، وكانت حلب بتعامل معاملة الحلب في عهد الدولتين دول، فكانوا بياخدوا منها الخراج. وفي عهد الدولة العباسية دخل شخص اسمه سيف الدولة الحمداني مدينة حلب، وأقام الدولة الحمدانية في حلب وخلى حلب عاصمة الدولة الحمدانية، وعاشت حلب أزهى عصورها في عهد الدولة الحمدانية. ومع قدوم الحملات الصليبية عاشت حلب فترة تدهور كبيرة، فضرب الصليبيون الحصار على حلب لكن ما قدروش اللي هم يخشوها نظرا لقوة تحصينهم. ونظرا للأهمية التجارية لحلب ضمها صلاح الدين الأيوبي إلى أملاك دولته. وبعد مقتل صلاح الدين ابتدت لعبة القط والفار ما بين المسلمين والمغول، ودخل المغول مدينة حلب بقيادة هولاكو ودمروا جزئيا الأخضر واليابس، لكن المسلمين ما سكتوش، وبقيادة الظاهر بيبرس رجعوا وخدوا حلب من جديد من ايد المغول. لكن المغول طبعا دمهم اتمحرر وقاموا رجعوا مرة تانية وخدوا حلب ودخلوا حلب وعملوا تلال من الجماجم البيضاء، ده دليل على كثرة قتلهم. وبعد فترة طويلة دخلت حلب ومنطقة الشام إلى أملاك الدولة العثمانية. وفي سنة 1920 قام الانقلاب العسكري في تركيا بقيادة مصطفى كمال أتاتورك،
ودخل مصطفى كمال اتاتورك حروب كتيره جدا علشان يضم حلب والاناضول وارمينيا، لكن في النهايه نجح ان هو يضم اجزاء كبيره جدا من حلب بالاضافه الى ميناء حلب الرئيسي وضمهم الى املاك تركيا. ومع استقلال سوريا سنه 1946 لعبت حلب دور سياسي بارز في السياسه السوريه، بالاضافه انها شكلت خطر على شيعه المنطقه. العلوم والفنون في حلب. اهتم أحفاد بني حماد بالعلوم العقلية والفلسفية والفنون، وظهر في عهد سيف الدولة الحمداني العديد من الأطباء والرياضيين والمفكرين الإسلاميين زي ابن سينا، بالإضافة إلى الشعراء اللي من أشهرهم المتنبئ وأبو فراس الحمداني. واشتهرت حلب بالفرق الموسيقية اللي بتغني موشحات دينية. وبالنسبة للأماكن الأثرية اللي موجودة في حلب، فاشتهرت حلب بمكانين مهمين جدا: قلعة حلب وجامع حلب الكبير. قلعة حلب، القلعة دي اتبنت على تل ارتفاعه 50 متر عن سطح الأرض، ويرجع تاريخها إلى قبل الميلاد، وتأثرت القلعة دي بالظروف في البيئة من عوامل مناخية وزلازل ضربت البلاد. أما بالنسبة لجامع حلب الكبير، فابتدى بناء الجامع ده في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، واستكمل البناء من بعده سليمان بن عبد الملك. وتعرض المسجد للعديد من الغارات المغولية التي أدت إلى تدميره جزئيا، لكن في عهد إحدى سلاطين السلاجقة تم إعادة بناء المسجد من جديد وبناء مأذنة. واحد يسألني ويقول لي: يا كابتن لطيف، طب وجبنا إيه تجاه حلب؟ أحب أقول للأستاذ اللي لسه داخل من البلكونة وكان بيشرب سيجارة ومش متابعنا إن واجبنا تجاه حلب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهو ده واجبنا تجاه حلب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. سؤال للحلقة: من وجهة نظرك شايف إيه هي أسباب حلب وتدمير حلب في الفترة اللي إحنا فيها دي؟ ما تنسوش تعرفوني آرائكم في الكومنتات. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتشوف الحلقات اللي فاتت. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تدوس لايك وتعمل سبسكرايب. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تدوس لايك وترجع تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتشترك في القناة علشان يوصلك الفيديوهات اللي جاية. اشوفكم الحلقة الجاية. سهلة هي، ما فيهاش حاجة صعبة يعني.